عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة عمل الكوارع بطريقة حلوة ولذيذة جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي. احنا هنعمل معاها كمان رز وهنعمل معاها الصلصة. بصوا بسم الله ما شاء الله لونها والشوربة بتاعتها بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. فهنبتدي بسم الله بالطريقة والمقادير على طول. احنا هنا معانا كارع، انا جايبه كارع من عند اي جزار انتوا واثقين فيه. انا هنا لسه ما نضفتوش، هننضفه مع بعض على طول ان شاء الله. النهارده تبقى معانا اكله حلوه جدا لمحبين الكوارع، هتعجبهم قوي وان شاء الله لاي بنوته كمان اول مره تعملهم. فان شاء الله هنتكلم على التفاصيل كلها من ساعه التنظيف. هنبتدي ننضف مع بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بالسكينه وبنكحت كويس جدا. بنشيل اي حاجة في الكارع مش عجبانا، ممكن حتى نقطعها زي ما هوريكم معايا بالشكل ده. تنظيفها سهل ما بياخدش اي وقت. كمان لو كنتوا جايبينها من عند جزار مثلا بينظف لكم الحاجة كويس، فهتبقى في حاجات بسيطة هتنضفيها انتي في البيت وخلاص. بصوا بسم الله ما شاء الله ما خدتش مني اي حاجة، لان كمان انا جايباها زي ما قلت من عند جزار واثقه فيه وبينضف لي الحاجه كويس. فانا بشيل الباقي بس بنضفه زياده تاكيد ان هي ما يبقاش فيها اي حاجه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله معانا نطفت. انا هنا عامله الحله كنت مشغله عليها يعني مليتها ميه، والميه ما عندي ابتدت في مرحله الغليان. ضفت نص ليمونه معايا. انا هسيبها مش هحط اي توابل ولا اي حاجه لغايه ما تغلي معايا وشيل الريم. الريم دي طبقة بتعكر الشوربة، ما بقاش حلوة في الشوربة، فبنسيبها تغلي ونشيل اي يعني زي رغوة كده بتطلع على فوق بنشيلها. بنقوم بعدين نضيف الطماطم وبضيف بصل. بضيف هنا انا معايا معلقة تشكيل التوابل، لو ما فيش هوريكم نعمل ايه صحيح لو ما فيش عندكم تشكيل التوابل. كمان ضفت هنا فلفل اسود، هنضيف قرفة، ورق لورا، كبابة صيني، هنضيف مثلا اللي هو زر الورد اللي بيتباع عند العطار في تشكيل التوابل بتتباع. لو مفيش عندكم اللي انا عامله رغم ان انا حاطه الفيديو بتاع التوابل هتلاقوه ان شاء الله موجود في القناه. مفيش ممكن نكتفي بس فلفل اسود، جزء ممكن اللي هي ورق اللورا وقرفه وحبهان. كمان هنبتدي نعمل مع الرز، نعمل الرز ان شاء الله مع بعض. انا هنا سخنت الزيت كويس جدا وهنزل بالرز. انا هنا غسله نص كيلو رز، هضيف له كمان الملح وهنقلب. هنشوح الرز كويس جدا في الزيت اللي احنا دفيناه كويس جدا. نقلب ما الرز عندنا يتغلف بشويه الزيت اللي احنا ضفناه. كمان هضيف الميه الكافيه على حسب الرز بتاعكم. في رز بيشرب كتير وفي رز لا، ممكن احنا نضيف لكل كوبايه رز نضيف لها كوبايه ميه، ولو احتاج نبقى نزود حبه صغيرين. احنا يا دوب الرز يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه يستوي براحته معانا خالص. كمان بعد ما الرز استوى بضيف له معلقه سمنه بلدي لو في حلوه كده تديله تطعيمه. وكمان كنت حاطه في الخلاط معايا كيلو طماطم هضربه في الخلاط حلو قوي. خلاص احنا ظبطنا الرز وخلصناه حطيناه على جنب. وهنا معايا الكوارع استوت وبضيف لها الملح. الملح بنضيفه هو اخر حاجه. بسم الله ما شاء الله انا بالظبط خدت معايا ساعتين على نار هاديه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله دايبه، بتبقى معانا الشوربه حلوه وطعمها لذيذ جدا. فان شاء الله باذن الله تجربوها بالشكل ده وتعجبكم باذن الله. كمان ضربت الطماطم في الخلاط وهنا معايا راس توم، يعني انا ضايفه حوالي كيلو ونص طماطم، ضفت عليه راس توم وهضيف ربع كوبايه زيت او معلقتين 3 زيت كده على حسب عينكم ميزانكم برضو. ونضيف التوم ونقلب حلو جدا لغايه ما التوم يتحمر معانا بالشكل ده ياخد لون. وهقوم منزلين عليه الطماطم. ما شاء الله الصلصه بالطريقه دي بيبقى طعمها حلو جدا للفته، ممكن تستعملوها حتى لفتة اللحمه. حاجه باكد عليها ان احنا نكون مصفين الطماطم عشان ما تعملناش حموضه. حطيت هنا معلقه في التوابل، معلقه توابل لحمه، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، نص معلقه اللهم صل على النبي سكر، والملح بتاعنا الكافي. بس على كده ونسيبها تغلي لغايه ما توصل للسمك اللي انتوا حابينه. فده اللي كان طريقه الكوارع معانا النهارده. يا رب تعجبكم وتجربوها. سلام عليكم.